في دقيقتين بس هقول لك كل اللي محتاج تعرفه قبل ما تشوف مسلسل دير ديفل بورن اجين. مسلسل دير ديفل الموسم الرابع او دير ديفل بورن اجين نازل خلاص خلال ايام، وفي ناس كتير اخر حاجه شافوها كان مسلسل دير ديفل الموسم الثالث، مش عارفين الشخصيات بتاعتنا دي ظهرت تاني بعد الموسم الثالث ولا لا. عشان كده في الفيديو بتاعنا هجيب لك كل حاجه حصلت لدير ديفل وكينج بن من بعد احداث الموسم الثالث لمسلسل دير ديفل. طبعا مش محتاج اقول لك ان الفيديو فيه حرق لاحداث مسلسل دير ديفل، ولو انت لسه ما شفتوش فانت فايتك 3 مواسم اخر عظمه. استنى فيديو قريب عامله عن ترتيب عالم مارفل السينمائي بالطريقه الصح. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم عارفين في نهايه الموسم الثالث دير ديفل بيهزم كينج بن بعد معركه قويه جدا في شقته. بعد ما كينج بن خسر اضطر ان هو يعمل حاجه كده شبه معاهده مع دير ديفل عشان ما يقربش من فوجي وكارن، وفي المقابل مات موردوك مش هيفضل علاقته بفينيسا. الاحداث دي كلها حصلت في عام 2018، يعني قبل السناب بتاعت ثانوس بحاجات بسيطه. بعد كده بتحصل احداث فيلم افنجرز انفينيتي وور، وثانوس بيعمل السناب وبيخفي نص سكان الكون، وفي الوقت ده ما كانش فيه اي تاكيد عن مصير دير ديفل كينج بن او حتى بانشر. محدش يعرف مين اللي اختفى ومين لسه فضل موجود، وده فضل لغز لمده طويله لحد ما حصلت احداث مسلسل ايكو. فاول احداث مسلسل ايكو تحديدا سنه 2019، يعني بعد السناب بتاع ثانوس، بنعرف ان دير ديفل كان نشط جدا بعد السناب ومالوش اي علاقه باختفاء الناس، وظهر في فايت قصير كده مع مايا لوبيز اللي هي المعروفه بايكو. طب مين ايكو دي بقى؟ ايكو هي بنت صماء اسمها مايا لوبيز، وهي قائده عصابه كده اسمها تراك سوت مافيا، عندها قدره انها تقلد حركات اي حد بتشوفه، وده بيخليها مقاتله خطيره جدا. كانت شغاله تحت امره كينج بن وبتعتبره زي ابوها بعد ما اهلها توفوا في حرب عصابات. بعد كده بتحصل احداث فيلم سبايدر مان نو واي هوم في سنه 2024، يعني بعد السناب بتاع هالك وبعد عوده الناس من البليب او السناب بتاعه ثانوس. بيتر باركر او سبايدر مان بيواجهوا مشكله كبيره بعد ما الناس كلها عرفت ان هو سبايدر مان، بيحتاج لمحامي شاطر، وهنا بيظهر مات موردوك او دير ديفل كمحامي بيدافع عنه في المشهد الاسطوري اللي خلانا كلنا نصوت جوه السينما. المشهد ده كان مفاجئ، وده خلانا نتاكد ان دير ديفل بتاع عالم نتفليكس هو دير ديفل اللي موجود عندنا في عالم الام سي يو، واكد لنا كمان ان دير ديفل لسه موجود ولسه نشط وفي نيويورك. بعد كده بتحصل احداث مسلسل هوك اي اللي بتحصل سنه 2024، بس في احداث عيد الميلاد بتاع 2024، يعني بعد البوست كريدت سين بتاع سبايدر مان واي هوم على طول. عرفنا في المسلسل ان كينج بن بيحاول يفرض سيطرته على نيويورك، واتضح ان هو خسر كتير في خلال 5 سنين بتوع احداث ثانوس. خلال احداث مسلسل هوك اي برضو مايا لوبيز او ايكو بتكتشف ان كينج بن هو اللي كان ورا موت ابوها وامها، طول عمره مش سالك عادل الشكل ده. وفي اخر مشهد في مسلسل هوك اي مسكت مسدس وضربت كينج بن، بنسمع صوت الطلقه لكن مصير كينج بن ساعتها بيبقى مجهول ومش عارفين هو عاش ولا مات. وبالمناسبه المشهد ده متاخد نصا من الكوميكس. بعد 6 شهور وتحديدا في منتصف عام 2025 بتحصل احداث مسلسل شي هالك، بس المره دي بنشوف دير ديفل لاول مره في مدينه لوس انجلوس. طب ايه اللي وداه هناك؟ مصمم البدله بتاعت دير ديفل الجديد واحد اسمه لوك جاكوبسون، كان مرفوع عليه قضيه كده من واحد تعبان اسمه ليف فروج، ومات موردوك راح يساند صاحبه ده.